قال لي هشام ابن يحيى الكناني هشام ابن كلالي اندي على لأحدثنك حديثا بأيني أيهوت النجر لوراه وشهدته بنفسي راسي بأيني تملكتك تنكستت. قلت حدثني يا أبا الوليد. أوراني أبا الوليد هوي ألكت. قال غزونا أرض الروم ودارو مدر زمتنا لين سنة 38 بسلاسة سمنتنيو آمة هجرة. وكنا رفقة من أهل البصرة يبصرنا يجزرا سوچم تغورين تنبر زمتنو. وكنا نتناوب الخدمة خدمانا تبقى ترى بترى نسرا نبر وإعداد الطعام مقب مازدقاجتم جمر. كان معنا كنيا غار رجل يقال له سعيد ابن حرب يمبال سو نبر ذو حظ من عباده بإبادة وتأنكار ينبر يصوم النهار ويقوم الليل قانون يميصوم الليل يمسجد. وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه لطول قيامه سراو لنا قللت انمكر نبر ليلت سلميقوم وكثرة صيامه صوم سلميابزا فكان يأبى جن أنبيل نبر إلا بالقيام بكل المهمات ኃላፊነትን እስካልተወጣው ድረስ وما ይያለ رأيته في ليل ولا نهار ሌሊትም ሆነ ቀን አይቼው አላውቅም إلا في حالة جد واجتهاد በትግልና በቁም ነገር ቢሆን እንጂ فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة በአንድ ሌሊት እኔና እሱ የጥበቃ ተራ ደረሰን وكنا قد حاصرنا حصنا من አንዱን حصون ምሽግ الروم